المشاهدون الأكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها بأهم العناوين. بناء سد في ضاحية أفامبو بمديرية وسط دنكاليا. الإقليم الجنوبي يحتفل بيوم العمال العالمي. الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا تنظم أنشطة مختلفة بمناسبة الأول من مايو. في الأنباء العالمية، الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني يفوز بالانتخابات التشريعية في كندا. الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية للإنترنت. ثلاثة قتلى بإطلاق نار في السويد. إلى تفاصيل النشرة، حيث يتم إنشاء سد في ضاحية أفامبو بمديرية وسط دنكاليا بتعاون وزارة الزراعة وإقليم جنوب البحر الأحمر وقوات الدفاع. وأفاد القائمون على العمل أن السد سيكون بطول 46 مترا وبعرض 9 أمتار وعمق 4 أمتار ليستوعب 280 ألف متر مكعب من المياه. وأوضح مشرف المشروع المهندس مرهوي إسحاق أن المشروع سينمي استيعاب المنطقة للمياه الجوفية ليكون مصدرا لمشاريع مياه الشرب والأنشطة الزراعية بالمنطقة المتلازمة للسد. وأشار المواطن علي محمد سونامي إلى أن المبادرة التي بدأ العمل فيها ستحل مشكلة توفر مياه الشرب للاستعمال المنزلي والرعي التي ظلوا يعانون منها. وتفيد الأنباء الواردة في قرى كيميرا ونابرو وأفامبو وعسبوي أنهم سيتمكنون من الاستفادة من السد عند تشييده. احتفل الإقليم الجنوبي في 29 من أبريل في مدينة مندفرة باليوم العالمي للعمال بتنظيم مختلف الفعاليات التي تعكس المناسبة ومساهمات وإنتاجية العمال. وأوضح مسؤول مكتب الكونفدرالية الوطنية للعمال في الإقليم السيد تخست محرة آب أن يوم العمال هو يوم تذكير وتكريم للعمال الإريتريين الذين ضحوا بوقت شبابهم الذهبي وحياتهم وسبل عيشهم من خلال وضع عملهم بعد أولويات البلاد. ودعا العمال إلى التحسين المستمر لمهاراتهم وقدراتهم لمواكبة التطور التكنولوجي السريع والتغييرات التي سببها. وقال إن الكونفدرالية الوطنية للعمال ستواصل جهودها بالتنسيق مع أصحاب العمل ومؤسساتها الحكومية والجبهة لنماء العمال. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتآب تسفاتيون أنه يترقب من مكتب الكونفدرالية الوطنية للعمال بأن تقوي التنظيم وتأطير كافة قطاعات القوى العاملة وتقديم المساعدة المهنية اللازمة لتقوية قدراتهم. وذكر بأن يوم العمال هو التذكير لتمهيد الأرضية بهدف رفع الإنتاج كما ونوعا وحصول العمال على مكافآت تتناسب مع مساهماتهم. ألقيت في المناسبة كلمات تضامنية من مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والاتحاد الوطني للشباب والطلبة والاتحاد الوطني للمرأة. نظمت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا أنشطة مختلفة تحت شعار الإنتاجية بمشاركة واعية بمناسبة يوم العمال العالمي الأول من مايو. وتضمنت الفعاليات مسابقات في المعلومات العامة والأدب والتصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول، وأقيمت في 29 من أبريل بين ممثلي العمال فيما يتعلق بالعمل والعمال وتاريخ الحركة العمالية الإريترية والدولية والتاريخ السياسي والثوري لإريتريا والثقافات العامة. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين. وفي غضون ذلك قام حوالي 600 عامل من 21 مؤسسة بإعداد المدرجات الحوضية وحفر الحفر للتشجير بنفير جماعي في منطقة دمبزاول في 25 و29 من أبريل الجاري. بالإضافة إلى ذلك قام 200 موظف من 18 مؤسسة أخرى بالتبرع ب 140 كيسا من الدم كجزء من فعاليات يوم العمال العالمي. يتم الاحتفال بيوم العمال العالمي للمرة 135 على مستوى العالم وللمرة 34 على المستوى الوطني. أعلن قسم النقل البري في إقليم القشبركة اتخاذ إجراءات لتمهيد الأرضية للجرارات التي تعمل دون ترخيص قانوني في أجزاء مختلفة من الإقليم عامة ومديريات قلوج وتسني وفرتوسا وخاصة بهدف اتباع وسائل العمل القانونية.
وأوضح مسؤول القسم السيد هيلا أبرهة إن 618 جرارا يعمل بدون لوحات تعريفية في المديريات الثلاثة، وتم منحها لوحات الأرقام المرخصة. ودعا جميع أصحاب الجرارات اتباع الإجراءات القانونية لخلق الأرضية للمزارعين للقيام بواجباتهم والمطالبة بحقوقهم على حد سواء. وقال إن برنامج لوحات الترخيص الجديدة تم تنفيذه بالانتقال إلى المناطق التي تتواجد فيها الجرارات، وسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة في المناطق المتبقية. وأشاد أصحاب الجرارات من جانبهم بالخطوات المتخذة لاستكمال المعاملات القانونية، مؤكدين على أن النقاشات التي أجرتها إدارة إقليم القاش بركة بشأن الحقوق والواجبات في وقت سابق ساعدتهم في سد فجوات دفع الضرائب ووضع حلول للتحلي بالعمل القانوني بكل ما يتطلبه النشاط الزراعي. أجرى مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر بالتنسيق مع مدرسة وارساي كالو لقاءات مع طلاب الصف ال11 للعام الدراسي 2024-2025 وأولياء الأمور والشركاء، وركزت على الأداء الأكاديمي. تضمن البرنامج الذي قدمه معلمو مدرسة وارساي كالو مواضيع حول الإعداد النفسي والحياة الاجتماعية في سوا، والمبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها، والتعريف بمؤسسات التعليم العالي في البلاد، ومواضيع أخرى ذات صلة. وأوضح مسؤول وحدة المدارس الثانوية الأستاذ سعيد صالح لوكالة الرينا أن البرنامج تم تنفيذه في 12 مدرسة ثانوية في هذا العام، نظرا لأهميته في ضوء التحسن في نتائج الطلاب من عام إلى آخر. وذكر المشاركون بأن مثل هذه اللقاءات لها دور هام في استعدادات الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج الأكاديمية المرجوة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي، فاز الحزب الليبرالي الكندي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم الاثنين. وقد أعلن زعيم الحزب الليبرالي الكندي رئيس الوزراء فوزه في الانتخابات العامة، موجها رسائل لأنصاره من بينها نيته الجلوس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة العلاقات الاقتصادية والأمنية وفقا لمبدأ دولتين ذوي سيادة. وقال إنه يتطلع إلى العمل بشكل بناء مع جميع الأحزاب في بلاده، في حين أقر زعيم حزب المحافظين في كندا بايار بوليريف بهزيمته، وهنأ الحزب الليبرالي على فوزه في الانتخابات الفيدرالية. وقد شكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشحين والناخبين الكنديين بعد إعلان عزمه ضم كندا إلى الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية على أهم صادراتها. أرسلت الصين بنجاح صباح يوم أمس الثلاثاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض من موقع واتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان بجنوب البلاد. وأوضحت وكالة شينخوا الصينية للأنباء بأن إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 5B هي المجموعة الثالثة من نوعها، والتي ستشكل كوكبة إنترنت، مشيرة إلى أن الأقمار الصناعية دخلت المدار المحدد بنجاح. في النبأ الأخير، قتل 3 أشخاص يوم أمس الثلاثاء في إطلاق نار في مدينة أوبسالا السويدية. وأفادت الشرطة في بيان وفاة 3 أشخاص عقب إطلاق النار، وأضاف الجهاز أنه فتح تحقيقا في جريمة القتل. وأورد التلفزيون الرسمي نقلا عن شاهد عيان أن مشتبها به فر بواسطة دراجة كهربائية. وذكرت قناة تلفزيونية بأن إطلاق النار وقع في صالون للشعر في المدينة. وتشهد السويد منذ سنوات عدة حربا بين عصابات تهريب المخدرات مع ما يرافق ذلك من تصفية حسابات بينها. وتفيد التقارير بأن منفذو أعمال العنف غالبا ما يكونون شبان دون 15 سنا. المسؤولية الجنائية في السويد يكلفون تنفيذ أعمال قتل لقاء مبالغ مالية. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. بناء سد في ضاحية أفنبو بمديرية وسط دنكاليا.
الإقليم الجنوبي يحتفل بيوم العمال العالمي. الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا تنظم أنشطة مختلفة بمناسبة الأول من مايو. الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني يفوز بالانتخابات التشريعية في كندا. الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية للإنترنت. و3 قتلى بإطلاق نار في السعودية. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.